السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله. هتكلم النهاردة ازاي يكون عندنا حمام كتير من غير ما نشتري، ازاي يكون عندك حمام كتير بدون تكلفة، وان انت تقعد تشتري في حمام وكل شوية تقعد تشتري في حمام وتلاقي الحمام مفيش انتاج. لا، انا هقول لك افضل طريقة ان انا مشيت عليها وابتديت بيها الحمام بتاعي، والحمد لله بقى عندي كميات حمام الحمد لله، وعندي زغاليل والحمام بيطلع انتاج والحمام بيبيض، وهوريكم الانتاج بتاعي النهارده والحمد لله بفضل الله والطرق اللي انا بمشي عليها دي. بس قبل ما اخش معاكم في الموضوع، يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد، ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. ازاي يكون عندك حمام كتير من غير ما تشتري، من غير ان في ناس كتير تقول انا عايز يكون عندي كميات كبيره من الحمام، هروح اشتري جوز حمام، هروح اشتري ذكر، هروح اشتري نتايه، هجيب ذكر كمان، هجيب نتايه كمان، هقعد كل شويه اشتري جوز. ازاي يكون عندك الكميات دي وتوفر الكميات دي من غير ما تشتري؟ طبعا يا جماعه تربيه الحمام بتختلف من كل واحد للتاني. في واحد بيربي حمام عشان يذبح منه وياكل منه في البيت، وفي واحد تاني بيربي حمام عشان يبدا يبيعه او يكسب منه او يوفر منه ويبيع منه، او بيبدل مع حد، او يطلع معاه جوز يديه لحد، او يبيع زغاليل. بتختلف على حسب كل واحد للتاني. بس الحاجه الواحده اللي بنتفق عليها ازاي ان احنا يكون عندنا انتاج صح، الحمام يبيض عندك صح، يطلع زغاليل صح، الحمام ما يريحش، ما يبقاش ان انت تقعد تاكل وتسقي في الحمام وتاكل في الحمام وانت ما عندكش انتاج وتوفير انتاج والحاجات دي. طيب ازاي برضو ان انا يكون عندي كميات كبيره واوفر كميات كبيره من الحمام عندي بدون ما اشتري؟ لازم تكون تشوف الاول قبل ما اتكلم في الطريقه دي طريقه تربيتك للحمام بتاعتك. انت الحمام عندك بينتج ويبيض ولا لا؟ الحمام بيطلع انتاج على طول مستمر ولا لا؟ الحمام في حمام عندك مريح ولا الحمام بياكل ولا لا؟ لازم نشوف كل مشكله بتحصل للحمام بتاعك. انت مثلا دلوقتي في فتره قلش ولا موسم انتاج؟ انت عندك فرد الحمام تعبان ولا الحمام كويس؟ طيب انا عندي الحمام كويس وبصحه كويسه والحمام بياكل وبيروح ويجي، بس الحمام ما بيبيضش، الحمام ما بينتجش، يبقى لازم نشوف المشكله بتاعته ايه. تبدا تدور في الحمام بتاعك، تبدا تشوف الحمام بتاعك ما بينتجش ليه، ما بيبيضش ليه، على اساسه الطريقه دي اللي انا قصدي عليها ان انت هيكون عندك حمام كتير. طيب هيكون عندي حمام كتير ازاي من الحمام بتاعي؟ انا اول يا جماعه ما ابتديت تربيه حمام، اول حاجه ابتديت بيها او اشتريتها حوالي كان 3 أو 4 تجواز حمام. رحت جبت 4 تجواز حمام شغالين. تروح بنفسك تشتري جواز حمام شغاله، ان انا اروح عند واحد الاقي ان انا يا دوبك الجوز اللي هاخده منه يكون حط اول حصويتين او تاني حصويتين بس، ما كنتش اروح اشتري جوز حمام خلاص قرب يبطل، ولا جوز حمام ان هو خلاص قرب يعجز. لا، بتروح تشتري جوز حمام من حد مضمون، او انت تتعلم بنفسك ازاي تشتري حمام. وهتكلم عن الموضوع ده وهعمل لكم موضوع عنه قريب ان شاء الله. اول لما ابتديت تربيه الحمام ابتديت ب3 تجواز بالظبط. حتى لو انتوا بصيتوا للحمام بتاعي هتلاقوا الحمام عدده قليل، هتلاقوا عدد الحمام كان الاول اول لما ابتديت كان 3 أو 4 تجواز. الحمام دلوقتي لو انتوا بصيتوا هتلاقوهم كلهم شبه بعض، هتلاقي الاسمر منقط في ابيض ده منه الحمد لله كتير، الزاجل ده منه كتير، الابيض منه كتير. ليه كان كده؟ ان انا كنت اشتريت جوزين زاجل على جوزين ابيض على جوزين منقط. الحمد لله الانتاج بتاعي وعيالهم بداوا يطلعوا، بداوا يشتغلوا، بداوا يطلعوا كل شويه ويشتغلوا كل شويه. بيشتغلوا ليه؟ ان انا بقيت اخلي الزغاليل بتاعتي ما بيعهاش، بس بقيت اخليها ان هي تكبر عندي في المكان. بقيت ازود العدد عندي من الزغاليل تكبر، يطلع كل ذكر وانتايه مع الزغاليل. لو انا اوريكم الاشكال دلوقتي الحمد لله. انا عندي النتايه هنا دي اهي، النتايه هنا دي قاعده على الزغلولتين اهم الحمد لله لسه طالعين. وعندي هنا الحمد لله في هنا زغلوله، وعندي برضو في العين دي كان فيها الزغلولتين اللي انتوا شايفينها، والحمد لله عندي في العين دي حصويتين، العين دي فيها زغلولتين، العين دي فيها زغلولتين، العين دي فيها الحمد لله حصويتين. ليه كل ده ماشي او الحمد لله الانتاج شغال صح؟ لان انت بتختلف على تربيتك للحمام صح. طريقه تربيتك للحمام انت بتربي صح وبتمشي صح ولا لا؟ بتراعي كل الحاجات اللي الحمام عايزها، ولا بتربي وخلاص واطلع احط الاكل وخلاص وما اهتمش بالحمام ولا بصحه الحمام
الحمام ولا باكل الحمام. كل الحاجات دي بتختلف من واحد للتاني. يبقى انت ازاي يكون عندك حمام كتير من غير ما تشتري وتكلف نفسك؟ ان انت الحمام بتاعك تسيبه ان هو لما يطلع الزغاليل بتاعته، الزغاليل دي تكبر، الزغاليل دي تشتغل، تبدا يطلع لك حمام في حمام في حمام بدون ما تشتغل. لو جبت 3 4 تجواز، الزغاليل اللي تطلع منهم سيبها تقعد عندك وتكبر عندك وتبدا تشتغل عندك. حابب حاسس الموضوع ده هيطول عليك، تبدا تبيع مثلا الزغاليل وتجيب بالثمن ده حمام بس بدون ما تكلف نفسك. يا اما تبيع الزغاليل وتجيب بفلوسها جوز حمام جديد، يا اما تصبر على الزغاليل بتاعتك تكبر وتبدا توفر منه. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، والحمد لله دي الطريقه اللي انا كان بقى من 3 4 تجواز بقى عندي كميات حمام، ان انا بقيت اسيب الحمام ياكل ويكبر. ممكن ابيع الزغاليل واجيب بيهم حمام، او مثلا اخلي الزغاليل بتاعتي، انا الافضل ليا كنت بسيب الحمام بتاعي الزغاليل بتاعتي تكبر وتاكل وتبدا تشتغل من اول وجديد. انا حبيت اشارككم الموضوع ده يا جماعه، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تدعموني بالاعجاب بالفيديو عشان يوصل لكل الناس وكل الناس تستفاد. ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل الحاجات الجديده. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.